يلا تعالي معايا النهاردة. لو عندك لفة جلاش في الفريزر مش عارفة تعملي بيها ايه، وكمان لو عندك حبة كنافة متفرزين في الفريزر او عندك كنافة طازة لسه جايباها برضو. اهي زي ما احنا شايفين الحشوة من جوه عاملة ازاي، جميلة جدا. وفعلا الكنافة ما بتبقى نية من جوه بتبقى عاملة طعمها زي الكريمة بالظبط. هنفتحها مع بعض. شايفين الطعم والجمال، شايفين القرمشة من بره وطرية جميلة وجوه كأنها كريمة، والحشوة فيها زي ما احنا شايفين كده. مع الطعم خطير جدا. دي كده كوباية سمنة. هبدأ ان انا اوزعها على الكنافة كده زي ما احنا شايفين واغلفها بيها كده السمنة كلها. السمنة غلفت الكنافة كلها. ونسيب بس يا دوبك حاجة بسيطة كده من الحروف الاتنين عشان ما تطلعش منها. وزي ما اتفقنا اي مكسرات عندك سوداني، اي لوز اي حاجة. انا عندي بواقي الفستق الكداب ده، انا بحب اعمله على طول بجد علشان بينفعني. زي ما احنا شايفين كده تمام الورقة تمام. انا خلصت كده لفات كل اصابع الجلاش. هنجيب بقى اصابع الجلاش وهنقطعه على حسب الحجم الصوبع اللي احنا عايزينه. نحاول نخليه كله يبقى حجم واحد عشان بس المنظر يبقى حلو كده. انا خلصت كل اللفة بتاعت الجلاش. وهبدأ ان انا ادهن الوش بفرشة من السمنة كده. الشربات بتاع الجلاش انا عندي هنا كوبايتين ونص سكر، عليهم كوبايتين ونص ميه، عليهم هحط عليهم عصرة نص ليمونة كبيرة. انا خلاص نزلت عليها الشربات كله اللي انا عاملاه لها. هبدأتوها هتعجبكم جدا، ولو عملتوها وعجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب ودعوة حلوة من قلوبكم الجميلة. واشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسك وعنبر. مع السلامة.